السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تيجوا النهارده نعمل زبده اللوتس في البيت. زبده اللوتس هنعملها بثلاث مكونات فقط في البيت، وتطلع جميله جدا زي اللي بره واحسن ان شاء الله. واهم حاجه ان هي اقتصاديه. زبده اللوتس ممكن نعملها ببسكوت اللوتس الغالي اللي بنلاقيه في السوبر ماركت ده، او باي بسكوت عادي، ونحط لها شويه قرفه. او البسكوت اللي انا جبته ده بسكوت مصري لقيته في السوبر ماركت، قريب جدا من البسكوت الاصلي، لكن هو عيبه الوحيد ان هو ناشف شويه. ما شاء الله ادتني كميه حلوه واقتصاديه وموفره. يلا بينا نبدا. بس الاول عايزه اوريكم علبه البسكوت. هو اسمه لوتسي، هو شبيه اللوتس الغالي اللي في السوبر ماركت اللي ملناش دعوه بيه واللي هو منقطع تقريبا. انا هستخدم 3 عبوات منه، واللابوه كنت جايباها ب5 جنيه تقريبا. عشان المكون التاني في زبدة اللوتس الكراميل، والكراميل سهل قوي. جبت نص كوباية من السكر وكرملتها كويس، وبعد كده نزلت عليها كوباية مية مع التقليب ببطء جدا لحد ما داب السكر، ونزلت بقطع مكعب من الزبدة عليها. وبعد كده دوبت معلقة نشا في نص كوباية من اللبن، ونزلت برضو عليها بيها على الكراميل لحد ما اداني القوام اللي انتوا شفتوه. شفتوا البسكوت عامله ازاي؟ نفس اللوتس بالظبط، نفس النكهه نفس الريحه، لكن مختلف في الشيب ومختلف في القوام بتاعه، ناشف شويه. حطيت 3 عبوات زي ما قلت لكم في الميكسر. ممكن نطحنه في الميكسر، في الكبه، في الكيس، وندق عليه باي حاجه تقيله زي يد الهون مثلا. اهم حاجه ان هو يطحن كويس جدا تماما، عشان دي زبده فلازم القوام بتاعها والملمس بتاعها يكون ناعم. طحنت السكر كويس قوي. المكون التاني اللي طحنت سوري البسكوت كويس قوي. المكون التاني اللي هنحطه اللي احنا عملناه اللي هو الكراميل، حطيت نص كوبايه في الاول كده. وبعد كده المكون التالت اللي هو اللبن، هنزل باللبن تدريجيا. تقريبا خدت كوبايه الا ربع من اللبن. انزل باللبن تدريجيا مع الضرب، كل ما انزل بشويه لبن اضرب واشوف القوام بتاعها محتاج ايه بالظبط. تمام، ما خدش وقت تماما خالص خالص. والكراميل برضو ما خدش وقت. اهم حاجه ان احنا نضربه كويس عشان يطحن كويس جدا، وتدينا ملمس الزبده او الصوص اللي احنا بنجيبه زبده اللوتس اللي بنجيبها من بره. تمام. حتى عمايل البسكوت او عمايل زبده اللوتس في البيت ارخص من بديل الزبده اللي بره كمان. يعني جربوا كده وان شاء الله وقارنوا، وهتلاقوا اللي انتوا عملتوها في البيت ارخص واوفر. القوام اهو زي ما انتوا شايفين. انا حطيت لها معلقه كراميل، لقيت ان هي محتاجه معلقه كراميل كمان زياده، واديت لها شويه لبن، واديتها اخر ضربه لحد ما ادتني النعوميه والجمال اللي انتوا شايفينه ده. طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي قوي قوي. نبتدي بقى نحفظها في البرطمان لحد ما نيجي نستخدمها مثلا في التشيز كيك. عندنا براونيز وعايزين نزينه. القشطوطه والحاجات الجديده اللي طالعه جديد دي ممكن نحط عليها برضو زبده اللوتس. جميله جدا، حلوه قوي وموفره. ال3 عبوات من البسكوت مع كوبايه الا ربع لبن، ومن نص كوبايه كراميل، ادوني حوالي 330 جرام من زبده اللوتس. لا، حوالي 350 لان فيه شويه في المكسر. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.